मेरी जान ले गए Pitched up on my own, right side. فيديو اليوم وكما العادة مليون بالمفاجآت والأخبار الحصرية لعالم بوليوود. فضلا وليس أمرا، إن كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة فلا تنسوا الاشتراك فيها لدعمنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا كذلك مشاركتنا آراءكم واقتراحاتكم من خلال التعليقات. لا تزال النجمة الهندية آيشا تاكيا تذكر لأدوارها في بعض أفلام بوليوود مثل سوتشناتا، وقد أصبحت أكثر شهرة عندما ظهرت في فيلم وونتد مع النجم سلمان خان، وكذلك فيلم تارزان ذا وندر كار الذي شارك في بطولته الممثل فاسال شيت. ومع ذلك فقد كانت الممثلة مفقودة لعدة سنوات، ليتفاجأ المعجبون مؤخرا برؤيتها تظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي جعل المعجبين يشعرون بسعادة غامرة لرؤيتها تظهر بمظهر نادر بعد سنوات عديدة. هذا وقد ظهرت آيشا في المطار رفقة ابنها ميكايل، وكانت ترتدي ملابس بسيطة مع ترك شعرها مفتوحا، وقد كان لدى مستخدمي الانترنت ردود فعل متباينة عند رؤيتها، حيث قد علق أحد المعجبين قائلا: لقد تقدمت في العمر جيدا، وقال آخر: لا تزال تبدو جميلة، وذكر البعض أنه من الجميل جدا رؤيتها بعد فترة طويلة. والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الجمهور كان عموما سعيدا لرؤيتها بعد وقت طويل، إلا أنه كانت هناك فئة من المعجبين الذين شعروا بخيبة أمل لأنها قد خضعت لعملية تجميل الشفاه التي غيرت ملامحها كليا. وردا على ذلك قال أحد المعجبين: لقد كانت جميلة جدا لكنها دمرت وجهها من خلال عملية التجميل. وقال آخر: لقد كانت لطيفة للغاية، لماذا فعلت ذلك بوجهها؟ وتعليقات أخرى. كما أنه رغم كل هذه الانتقادات إلا أن معظم الناس يعتقدون أنها لا تزال جميلة ويحبونها في جميع حالتها، ويتطلعون كذلك إلى رؤية الممثلة مرة أخرى على الشاشة. ويذكر أن عائشة قد عقدت قرانها في شهر مارس من عام 2009 وتزوجت ابن سياسي كبير الذي يدعى بفرحان أزمي، وبعد زواجها قررت التراجع عن أضواء السينما للتركيز على حياتها العائلية. ومن جهة أخرى لقد تعرض النجم فيكي كوشال مؤخرا لإصابة على مستوى ذراعه أثناء تصوير فيلمه القادم باسم تشافا، ومع ذلك فقد أثبت إخلاصه لمهنته حيث أنه يواصل العمل رغم الإصابة، وقد أثار كذلك إعجاب معجبيه بتفانيه في اللياقة البدنية. هذا وقد قام فيكي بمشاركة مقطع فيديو عبر حسابه الانستغرام من خلال خاصية ستوري، حيث يمكن رؤيته وهو يقوم ببعض التمارين مع ضمادة على ذراعه، متحديا الألم الذي لم يمنعه من ممارسة التمارين الرياضية. وعلق على الفيديو قائلا: عندما لا نستطيع الركض نسير ولا نتوقف، وهو الأمر الذي جعل معجبيه يشيدون على روحه القتالية وتمنوا له كذلك الشفاء العاجل. ويشار أن فيلم فيكي القادم تشافا هو عبارة عن دراما تاريخية، وستشاركه البطولة نجمة الجنوب راشميكا ماندانا، وسيصدر الفيلم في 6 من شهر ديسمبر من هذا العام. ومن جهة أخرى نجمة بوليوود عليا بهات، والتي شاركت سابقا في إنتاج فيلمها دارلينغ، تعود للإنتاج مرة أخرى من خلال مسلسل ويب بعنوان بوتشر أو بمعنى الصياد، والذي تم إصدار المقطع الدائي له قبل يومين، حيث أن عليا قد حضرت الحدث وانضمت إلى فريق العمل، علما أنها تقوم بإنتاج فيلم ثالث بعنوان شجرة بالتعاون مع المنتج كران شهر. وفي مقابلة جديدة تحدثت عليا بصراحة عما يجعلها منتجة وما الذي تراه في المشروع، وقالت أن رحلة بوتشر مختلفة لأنها جاءت على متنها بعد إنشائها، ولكن الهدف هو نفسه.
هذا وقد قالت عليا أنه سواء كان فيلم دارلينج أو جيجر أو هذا، فإن الجوهر العاطفي هو الذي يجعلها تتصل به. وأضافت أن الأمر كله يعتمد على ما يفعله المحتوى لها كإنسان، وكيف تتفاعل معه على المستوى الإنساني، ومن ثم يجعلها ترغب في القيام بشيء ما لدفع هذا المحتوى أكثر حتى يستهلكه المزيد من الأشخاص ويكون مسليا أيضا. لذا فإن العامل الأول لاختيار أن تكون منتجا هو المحتوى العاطفي، والعامل الثاني الذي تضعه في الاعتبار هو ما إذا كان مسليا. وقد كشفت عليا في حفل إطلاق المقطع الدعائي أنها كانت حامل في شهرها الأخير عندما جاءها المخرج ريتش ميهتا بهذا المشروع، علما أن المسلسل مستوحى من أحداث واقعية وسيبدأ البث ابتداء من 23 من شهر فبراير على منصة برايم فيديو. We won't have time for an official order. We'll have to improvise. ومن جهة أخرى فقد تم إصدار الإعلان الترويجي للحلقة الأكثر انتظارا لبرنامج الرقص جالك ديكلاتشا التي حضرها فريق فيلم كراك، نور فتحي، فيديو جمال، أرجون رامبال وإيمي جاكسون من أجل الترويج لفيلمهم الذي سيصدر في قاعة السينما الهندية في 23 من شهر فبراير. وقد ظهرت نورا في الفيديو وهي تتشارك المسرح مع النجمة مالايكا أرورا والتي تظهر كحكم في البرنامج. وبالحديث عن نورا فقد حضرت البارح يوم الجمعة الموافق ل16 من شهر فبراير حدثا بدبي، كما أنها قد قدمت كذلك عرضا استعراضيا، وإليكم بعض اللقطات الحصرية من الحدث. रहना जाए कोई